بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بذمتكم ودينكم يرضي ربنا اللي اتعمل فيا ده؟ ولادي صحوني يا ماما يا ماما يا ماما. ايه يا حبايبي؟ انا طبعا مطلعه لحمه من امبارح من الفريزر سايباها تفك في التلاجة. عايزين كباب حله يا جماعه؟ دي اللحمه دي هنعملها حاجه تانية. عايزين كباب حله. قلنا حاضر وقمنا عملنا كباب حله. تعالوا بقى خشوا وشوفوا طريقتي في كباب الحله. انا معايا هنا كميه اللحمه. اي كميه انت هتعمليها معاكي كميه اللحمه هتحطي قدها كميه بصل. يعني حطيتي ربع كيلو لحمه هتحطي ربع كيلو بصل، نص كيلو لحمه نص كيلو بصل. تمام يا حبايبي. وهنا معايا قرنين فلفل اخضر بيفتحوا ريحتها وبيخليها لك وهم وهم وهم. عايزه تحطي قرن حامي حطي، بس انا ولادي محبوش النهارده تبقى حاميه. معايا التوابل بتاعتي بسيطه جدا. شويه فلفل اسمر، رشه جوز الطيب لو عايزه، مش عايزه ما تحطيهاش. شويه بهارات لحمه، ورق لوري، هو ده اللي انا حطيته وكانت والمصحف جباره. هنا بقى كنت معايا الحله على النار مسخناها على النار، هنزل فيها ايه؟ بمعلقتين زيت وحته سمنه بلدي. صلوا على النبي كده وانزلوا حطوا لي اللايك وانتوا بتتفرجوا يا حبايبي. هنا بقى ايه؟ السمنه بتاعتي هتبدا ايه؟ تسيح اهي مع الزيت. محاولوش بقى في التوقيت ده تزودوا الماده الدهنيه لان اللحمه بتاعتي عندي دسمه. ولسه هتنزل ايه؟ دهان من يعني الدهان بتاعها. هنا بقى في التوقيت ده يا بنات عشان تاخدي احلى كباب حله بجد والله العظيم، كان وهم. انزلي باللحمه بتاعتك الاول تتشوح. اللحمه هنا في التوقيت ده هتنزلي بيها، هتنزل ميتها، هتغطيها تنزل ميتها وتحمر فيها. يعني بعد ما هتنزل الميه هتسيبيها تحمر. كل ده بيدي نتيجة وطعم للحمة حكاية حكاية حكاية. بيخليكي تاكلي اللحمة، تاكلي حتة اللحمة تبقى طرية، تبقى مليانة كده مية كده وعصارة من جواها، وما تبقاش حتة لحمة ناشفة. صدقوني يا بنات. في قنوات كتير انا شفتها بتحط اللحمة على البصل على طماطمية كده مقطعاها ايه شرايح. بصوا بقى ده اللي انا بقولكوا عليه. ادوا اللحمة آه يعني سيبوها تحمر منها فيها، تتحمر منها فيها. بتبقى عاطيه حته اللحمه الكباب الحله طعم حكايه. معلش بقى هرجع تاني اللي بقولكوا عليها. بشوف قنوات تانية بتحط اللحمه على البصل على الطماطم على الفلفل على التوابل ويحطها على النار. يعني حلوه الطريقه مش وحشه، بس والله العظيم طريقتي دي في كباب الحله بتنقلك لحاجه تانية خالص. هنا بقى بدات انزل بالبصل بتاعي اللي انا مقطعاه شرايح. عايزه تقطعيه مكعبات مربعات مش فارقه، لان هو كده كده هيدوب بقى. الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها هتدوب ومش هتبان اساسا. تمام. نزلت بقى بالبصل والفلفل والتوابل اللي انا قلت لكم عليها ووطيت ناري. وطيت النار ليه؟ عشان البصل والفلفل اللي انا حطيتهم ينزلوا الميه بتاعتهم على اللحمه، تستوي فيها اللحمه. تمام. حد يا دوبك تقليبه هقلب البصل والفلفل اللي انا حطيته والتوابل في قلب اللحمه وهغطي وهسيبها تنزل ميتها. تمام يا حبايبي. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا كان وهم وريحته كانت تحفه. اللحمه كانت زبده كده دايبه في البق. الصوص كان حكايه. بصوا بقى هنا شفتوا كميه البصل اللي احنا نزلنا بيه، اللي احنا حطيناها في الاول كانت قد ايه. بعد ما دبلت بصوا ما بقتش باينه ولسه. هنا بقى اللحمه بتاعتي البصل لما نزل الخضار وشربها واللحمه كان لسه ما دخلتش في السوا. بدات بقى اسخن كوبايه ميه سخنه. ما تنزلوش بميه كتير، كوبايه ميه سخنه. لو نزلتوا ميه ياما هتبقى شوربه ومش ده احنا مش ده اللي احنا عايزينه. اما هنا بننزل بالكوبايه اللحمه هتتشربها. هتحطي كوبايه تانيين وما تنزلوش بميه ساقعه زي ما قلت لكم عشان اللحمه بتاعتك ما تشدش او تجرمز. تمام. بصوا بقى حبايبي هنا بعد حوالي ساعه الا ربع كانت لحمتي خلاص دخلت في السوا خلاص ما شاء الله عليها. ولو تلاحظوا ان انا برضو هنا بسخن لها ميه سخنه. كل ما كانت بتعوز كنت بسخن لها الميه السخنه. ليه؟ عشان اللحمه بتاعتي كده تبقى دايبه كده دوب. تمام. وتستوي بسرعه. وبرضو في نص السوا حطيت حوالي ربع معلقه صغيره سكر. انا بقول لكم كل حاجه زي ما احنا متعودين مع بعض. السكر بيخلي اللحمه تدوب. بصوا اللحمه هنا كانت طيبه بس احنا بنحبوها يعني طيبه عن كده كمان. هنا بقى في التوقيت ده حطيت رشه الملح بتاعي. يعني انا ما بحطش الملح في الاول، انا بحط الملح في الاخر. تمام. عشان الملح بيأخر سوى اللحمه.
بصوا بقى هنا كان خلاص كباب الحله بتاعي استوى وتحفه. ونسيت اقول لكم بقى كان في حته لحمه كده ايه بعضمها، رحت حطها معاها. بصوا العظم هنا بقى ايه ما شاء الله باين اهو، يعني بيعرفك كده ان اللحمه مهريه. تحفه يا بنات، وريحتها كانت قلب الدنيا. الصوص ده بقى يا جمال الصوص وحلاوه الصوص، وهي هتحب تاكليه احسن كمان ما تاكلي اللحمه. تمام. هنا بقى بنغرف لكم اللحمه، ولسه في تكايه كمان بقى هتقلب لك الكباب الحله اللي في حته تانية خالص. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. أك... كباب الحله من اكلات ايه، الاكلات بتاعت العيد المحترمه. هنا بقى ايه كنت حاطه فحم على النار، دي بقى هتقلب لك كباب الحله لا ناحيه تانية خالص. هتحطي بقى الفحمه في قلب طبق وتحطي عليه شويه زيت وتغطي لغايه لما البخار بتاع الفحم ده يروح. هنا بقى خلاص ما بقاش الفحم بيدخن، خلاص شلت الغطا بتاعي اهو. وتعالوا بقى اوريكم احلى حته لحمه هتدوقوها، احلى واطعم حته لحمه واحلى كباب حله هتدوقوه. بصوا ما شاء الله شكله حكايه حكايه حكايه، وخفيف كده وكان جميل. بصوا اللحمه مش مستحمله ايدي، بصوا مهريه زبده، وهو ده المطلوب اثباته. بصوا تحفه. هنا بقى كنت هدوقها معاكم، وحواليا كان في شويه ولاد حلوه كده ايه مستنيه انها تاكله. ولادي بيعشقوه بيعشقوه، ما كانوش مستنيين التصوير والله. بصوا اللحمه دايبه، بصوا وطريه، بصوا ومليانه سوائل من جوه زي ما قلت لكم، لان انا شوحتها تشويح حلو في الاول. بصوا لون الصوص تحفه. طب كباب الحله ده ممكن تاكليه بعيش وطحينه وشيبسي ومخلل، وممكن تكوني عامله كمان جنبه شويه رز ابيض كده وتغمسي بيه الصوص اللي هو نازل ده، الحكايه ده. وممكن بصي تاكليه بقى مع كفته وحاجات من دي بتبقى تحفه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير يا حبايبي، ومع السلامه.